السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عايزة النهاردة كل اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقهم ببنوتة جميلة يسمعوا الفيديو ده، عشان الفيديو ده لكل حد عنده بنوتة. المشاكل اللي أنا بقيت أقابلها دلوقتي، أتصرف إزاي يا مروة؟ أنا بنتي أنت بتكلم واحد، أنا بنتي ما تسمعش الكلام، أنا بنتي وما كلمتكيش غير بعد ما ضربته وزعقته وصاحبته وعملت. اعمل ايه؟ هقول لكم حديث وبعديها نتكلم ونشوف نعمله ايه. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال ايه؟ من رزق بانثى ولم يئدها يعني لم يدفنها حيه. وده كان موجود زمان، كان زمان اللي ما حد يرزق بفتاه يا يدفنوها حيه، دي كارثه، دي فضيحه. وكانوا بيفضلوا جدا الصبيان عليهم. سيدنا محمد قال من رزق بانثى ولم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر عليها ذكر دخل بها الجنه. يعني تربيتك للبنت سبب كبير جدا في دخولك الجنه. خدوا بالكم بقى من تاني حاجه، ولم يهنها. الإهانة عمرها ما بتربي، والضرب عمره ما بيربي. ولا جنة قبل كده حاجة بتقول إن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ضرب لا امرأة ولا خادمة ولا زوجته أبدا. فأنا دايما شايفة إن اللي بيستخدم إيده في الكلام، لا أنا يعني أنا شايفة مش بدون غلط، بس أنا شايفة إن هو فاقد لجزء كبير جدا من الرجولة، لأن الرجولة أمان وحنان. فانت لما تعرف حاجة غلط ايا كان بقى فتمد ايدك وتستخدم ايدك، عمره ما هيربي. في قاعدة حلوة جدا اسمها حزم في غير عنف ولين في غير ضعف. حزم في غير عنف ولين في غير ضعف. يعني طبيعي ان انا ابقى حازم في التربية عشان ما يبقاش فيه السلوك الغلط ده، بس في غير عنف. في غير ايه عنف؟ ما اضربش، هبقى حازم بس مش هضرب. ولين في غير ضعف. مش معنى انك اب لين انك ضعيف، لا، انا هبقى لين بس صارم. يعني لما اقول هاخد الموبايل يبقى هاخد الموبايل، مش عشان خاطري يا بابي لو سمحت، عشان خاطري اصل انا وبوسه خدي. لا، لين في غير ضعف. خدت قرار لين، مش هيوجعك مش هيؤلمك، بس انا من غير ما هضعف. الأسوأ الاب والام ده مصدر امان، فلما يبقى مصدر الامان والرحمه بيضربوا، فانا في حاجه غلط حصلت جوايا. ازاي الامان والحنان هما بيضربوني؟ فمش متناسقين مع بعض. طب اعمل ايه؟ ما انا كأم ولا كأب انا ازاي مصيبة سودة. لا، لازم اوجه. بس انا عايزه اقول لكم حاجه بقى. مستحيل بنت تتربى في بيت فيه حب وهتدور على حب او تسمعه من بره. يعني ايه؟ يعني شبعوهم كلام حلو. يعني البيت اللي فيه اب وفيه اخ، تعرفوا تعاكسوا اختكم، تعرف تعاكس بنتك، تعرف تسمعها الكلام اللي هي ممكن تسمعه في سن المراهقه من بره. يعني مع البنوتات اللي كنت بقعد معاها في المشاكل دي بسالهم طب هو انت عجبك في ايه؟ انت ليه سمعتي الكلام ده؟ اصله والله بيقول لي رايحه فين وجايه منين، اصله بياخد باله من لبسي، اصل مش عارف ايه. ايوه، هما بيحبوا الكلام ده. ايوه، البنت بتحب الاهتمام. فيا سلام لو انت كأب ولا ام ولا اخ استنيتوا اختكم جايه من الدرس ولا بنتك جايه من الدرس، انا ما رضيتش اكل غير لما تيجي. يا سلام لو هي بتلبس كده فقلت لها انت كأم ولا كأخ ولا كأب، الله الطقم ده عليكي جميل جدا، تعرفي انا بحبك قد ايه، تعرفي ان انا ماليش غيرك في الدنيا، تعرفي ان انت بنتي وحبيبتي وسندي. دايما الكلام الحلو ده يبقى على ودنهم، فتقوم هي شبعانه منه. الرصيد مكتفي، مش محتاجه تسمع من بره. هل ده هيمنع ده؟ تماما مش هيمنع قوي، لانها هتقابل بره ده. طب اعمل ايه؟ دايما احكي. لو هما ما بيحكوش كتير ابتدي انتي احكي عن تفاصيل يومك، حتى لو كلام وخلاص. ولا لا حصل ايه النهارده؟ تعالي بقى وانا في المطبخ كده بعمل اكل احكي لي يومك ايه اللي حصل. وهي في يومها بتحكي عن زميلها، او لقيتيها اتكلمت كتير عن حد معين، مش عارف ايه، اتكلمي وخدي ودي. مامي انا واحد زميلي النهارده قال لي كذا،
انت ازاي تعملي كذا، انت لا خالص. اسمعي وابتدي ردي بالطريقه بتاعتها. يعني مثلا اكيد هي كمان نفسها تسمع الكلمه الحلوه دي ونفسها تثير اعجابه، ده طبيعي، فمش هننكر نقول ايه ده اللي في الفيديو ده، لا ده بيحصل على فكره. طب انا اعمل ايه؟ وجهي ده بطريقه صح. مش هي نفسها تثير اعجابه، قولي لها ازاي تثير اعجابه بشكل تاني ينفعك انت. يعني اعملي كده لاين في دماغها ل... للحاجه دي. ازاي؟ ان بصي يا حبيبتي، اي ولد في الدنيا بيحب البنت الناجحه، فخليكي دايما الاشطر، خليكي دايما الجميله. خدي بالك، اي ولد في الدنيا البنت هتكلمه هتقل رصيدها وغلاوتها عنده، فخليه دايما نفسه يكلمك ومش عارف يكلمك، بيكلم دي ودي 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 اللي مش عارفه اوصل لها. يبقى انا خليتها هي باللي هي عاوزاه للي انا عاوزاه. ان انا هخليها ما تكلموش عشان هو يفضل نفسه يكلمها، هخليها شاطره وممتازه عشان هي تثير اعجابه اكتر. يبقى انا عملت اللي انا عايزاه بطريقتهم وبدماغهم. احكي معاها كتير، فهميها حاجات كتير. هي سمعوهم كلام حب. مستحيل تلاقي بنت بتكلم 1 و2 و3 هي سامعه الكلام الحلو ده من باباها ومن اخوها. اقعدوا اتكلموا معاهم كتير كتير. وخدوا بالكم، انا عارفه ان احنا مشغولاتنا بقت كتير جدا، كأب بيشتغل الصبح وبيشتغل بالليل، وكأم كمان بقت بتشتغل. فزماننا غير زمن بابا وماما زمان، غير زمن تيتا والجد والجده. كل زمن يا جماعه له احتياجاته وليه اهدافه وليه خصائصه في التربيه المختلفه. فما تقولش ما احنا اتربينا اهو بالضرب وكنا الشبشب ابو زنوبه كده زي الفل وتروعنا حاجات جميله اهو. زمان ده ما ينفعش دلوقتي. دلوقتي الدرس بيربي والاصحاب بتربي والتيك توك بيربي والفيس بيربي واليوتيوب بيربي، في حاجات كتير جدا بتربي. فالتربيه النهارده في الريتم السريع ما بقتش بالكم، بقت بالكيف. يعني ما تقولش مثلا ما انا مش عارفه اقعد معاه وقتي عشان بعمل غلط، لا بالكيف. ساعه لو هتقعدي معاها ساعه واحده تتكلمي معاهم بصحباهم، اب مصاحبهم بيجي بالليل يحضنهم وياخدهم في حضنه ويقول لها قد ايه كبرت وقد ايه بقت جميله وقد ايه الله صوتك جميل، شوف والله صوتك اتغير لما كبرتي بقيتي مش عارف ايه. وجهوهم بطريقه حلوه، ده افضل من انك تقعدي طول اليوم معاهم وكل واحد في حاله سايباها على الموبايل. اقعدي معاها حتى لو انت بتطبخي في المطبخ او فيها جنبك اقعدي اتكلمي معاها. حتى لو انت بتعمل شغل افصل بس ربع ساعه، في ربع ساعه خد الداتا بتاعتها بتاعت يومها بشكل حلو. تاني حاجه، اوعى اوعى اوعي تهيني بنتك ابدا بالضرب. ممنوع الضرب، ممنوع الضرب، ممنوع الضرب. هقولها من هنا للسنه الجايه، ما ينفعش تهينوا بنت. عبد الملك بن مروان كان من عادتهم زمان هم يجيبوا مؤدبين مربيين، يعني دي كانت من عاده الاثرياء زمان. فلما جاب المربي قال له ايه فيها معنى الكلام؟ يعني ما تهنهمش قدام حد عشان ما يهونوش في نظر الناس. يعني من الاخر وببساطه ان انت لما تهيني بنتك هي هتهون في نظر الناس. ما ينفعش كأب مثلا تروح ماسك بنتك ومزعق لها قدام الناس، مزعق لها قدام اللي قاعدين، كسرتها هنتها قدام نفسها. فطبيعي هما بعد كده هيهنوها. ابن مش عارفه مين وابن وبنت مش عارفه مين، دي بيتزعق لها عادي بقى لما نزعق لها واحنا بنلعب معاها. لا، قدمت حاجه فوقعتها، عملت مش عارف ايه، غلطت غلطه، خلي بينكم لينك، خلي بينكم اشاره كده ان بالعين ببسط العين، وبعدين نبقى نتكلم ونناقش ونقول لها ان انت غلطتي في كذا، بس مش قدام الناس. مش هنأدب حد قدام الناس. شبعوهم حنيه. الرسول عليه الصلاه والسلام لما دخل على احد الصحابه فلقاه دخل ابنه فراح باسه كده وطبطب عليه وعمل له كده في شعره وراح قعدوا على رجله. فجت بنته دخلت بعد شويه فسلم عليها وطبطب عليها بس قعدت على الارض. فسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيقول له هي رجلك فيها حاجه تعبانه؟ لا يا رسول الله، ما قعدتهاش ليه؟ فهو فهم فجابها وقعدها. قال له دلوقتي انت عدلت بينهم فما تفرقوش. حاجه المهمه بقى والاخيره، بلاش تدخل خاله وخالته وعمته. وخدوا بالكوا دايما التدخل للناس الحنينه اللي بتحبهم بجد. يعني مش اي حد يقول لك بنتك خد بالك ما بحبك، لا لا لا، روحوا ربوا عيالكم الاول، مالكوش دعوه بتربيه عيالنا. فما تدخلوش حد في تربيه عيالكم نهائي، امنعوا ده تماما. وربنا يحفظ بناتنا يا رب من كل حاجه وحشه، اللهم امين.
عندي صحبة ماسكة فيا مهما بعدوا